مشاهدينا الكرام، أول رد وظهور للموهبة العالمية المغربية إلياس بنان بعد الأخبار التي تم تداولها بأن نادي جنك البلجيكي قد قام بطرده لأنه اختار تمثيل المنتخب المغربي. شاهد الفيديو للنهاية لتعرف وتفهم كل التفاصيل. ولكن مع الأسف لم يتم نشر خبر هذه التضحية الكبيرة التي قدمها هذا الفتى الصغير للمغرب بما يكفي. لذلك لا تبخلوا علينا مشاهدينا الكرام بالإعجاب بالفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ليعرف الجميع ماذا حصل. بعد الأسلوب الانتقامي الذي نهجه نادي جنك البلجيكي، حيث حسب العديد من المصادر قد تم طرد إلياس بنان من الأكاديمية، وحسب العديد من المصادر الأخرى قد تم فسخ عقده فقط في نهاية السنة الحالية سيخرج من الفريق، وكل هذا بسبب اختياره المنتخب المغربي. كان الرد قوي جدا من المغربي إلياس بنان الذي تجاهل قرار النادي كليا وترك كل شيء في بلجيكا وجاء لمعسكر المنتخب المغربي ليشارك مع المغرب في هذا التوقف الدولي. وليس هذا فقط، بل كان الرد أيضا في الملعب، حيث سجل هدفين عالميين ليصبح أصغر لاعب في تاريخ المنتخبات المغربية يسجل هدفين في التوقف الدولي بعمر 12 سنة، مع مهارات وإمكانيات كبيرة جدا والملفتة للنظر تعمق من جراح الاتحاد البلجيكي وتزيد من حسرة نادي جنك البلجيكي الذي طرده. حقيقة لاعب أتوقع له شخصيا أن يكون له مستقبل واعد جدا. يجب علينا كمغاربة أن ندعم هذا الشاب في حربه التي يخوضها ضد الاتحاد البلجيكي بسبب حبه للمغرب.